انا مستغرب من القوى السياسيه يقول لك الاخوان محدش راح دور على 400 شركه يقولوا هم بيشتغلوا فين. مصالحهم واضحه جدا في هذا الاتجاه. التانيين السلفيين هم راس ماليه حرفيه بالاساس، بتوع التأملي ومش عارف ايه، جماعات مصالح كلها بهذا الشكل، مضاف ليهم مجموعه من الانتهازيين اللي بيدوروا على الادوار، ادوار في الوقت الحالي وادوار في شكل يعني مستقبليا في الامد القريب مش عاوز اسمي، وبعض الليبراليين اللي شايفين ان الحفاظ على الصيغه اللي موجوده في مصر كصيغه راسماليه بيسموها راسماليه حره مع الترابط مع الولايات المتحده الامريكيه، متاح لها ان تمر في هذا الاطار في المرحله دون ان يحدث تغييرات جذريه مفاجئه تغير من الدنيا، وبالتالي هو ده الفريق اللي بيقود عمليه صناعه الدستور. احنا ارتكلنا، ودي مشكله كبيره جدا عندنا، ارتكلنا ان القضاء يحل الموضوع. ان القضاء هو اللي بيحل الموضوع، وشفنا القضاء تدخل المحكمه الدستوريه وبعدين القضاء الاداري واعتبرنا ان ده حل مثالي جدا، لكن في الحقيقه هم كمان التانيين شاطرين جدا. عندنا الاعيب زي الرد والى اخره، وعندنا كمان الضغط على المحكمه من الشارع. المظاهرات وعلى هذا مش مقصد. سهل جدا ان اعمل ارهاب قدام ابواب المحكمه واقدر اثر، ونجح هو فيه لحد كبير في هذا الموضوع. مشكلتنا الرئيسيه ان احنا ما عندناش آلية للعمل او وضوح في رؤيه للعمل مقاومه هذا الوضع، وضع التعديل ووضع الاستمرار في اعمال الدستور حتى نصل الى الاستفتاء. مطلوب فقط ان احنا نقطع هذا الصمت اللي موجود في خلال ال 45 يوم اللي انا شايفهم هم الحماده الزمني المتاح امام مرسي والاخوان لتمرير دستور ويعرض على الاستفتاء العام. لا ينبغي التوقف عند جهد قضائي، ولكن ينبغي ايضا على القوى السياسيه اذا كانت راغبه في ان تحافظ على وجودها في الحياه السياسيه ان تقاوم هذا المشروع وان تبحث وتخصص عندهم 100 قضيه مش بس اللي موجود في الدستور وما سيغيب عن الدستور. يعني الناس مش بس تبص ليه ايه اللي موجود في الدستور احنا هنبقى قلقانين منه، الماده 2 والماده كام والماده كام، لا كمان ايه اللي مش هيبقى موجود في الدستور ومفروض يكون موجود، خاصه في ابواب الحريات العامه، في ابواب تدفق المعلومات، في ابواب حريات البث بشكل خاص، ايضا في اليات مكافحه الفساد اللي هو الركن الركين للنظام مبارك الذي لا زال قائما حتى اللحظه. رئيس مرسي بيدعي الناس انها تنظف في الشوارع، لكن ما فكرش لحظه واحده انه يعمل هيئه لمكافحه الفساد. هو راجل مشترك في اتحاديه الامم المتحده لمكافحه الفساد، يعني تنظيف الجهاز الحكومي اولى بكثير جدا من تنظيف الشوارع، وتنظيف الشوارع هو نتيجه اليه الفساد اللي موجوده. هنيجي نحسبها في النهايه، هو اليه الفساد اللي موجوده اوجدت الاوضاع اللي احنا موجودين فيها. لسبب بسيط ان احنا علينا نشيل من دماغنا تناقض الوهم اللي عندنا بين الاخوان او الجهات الاسلاميه بشكل عام هي نقيض لنظام مبارك. الكلام ده مش حقيقي، لازم نراجع قناعاتنا. هم كانوا موافقين على التدريس، طول عمرهم في تفاوض مستمر، ليسوا سوريين بالمره، بس هي المساله جت مع الميدان والكلام ده كله. لن يتم التغيير في الاوضاع القائمه في الدستور الا لما هو اسوء، خاصه في باب الحريات العامه. ما كنا نطمح اليه في الدستور ويقر مسائل متعلقه بالحريات العامه او في اليات مكافحه الفساد وحرمه المال العام وحمايته وحمايه الملكيه العامه، هذا لن يكون موجودا، وبالتالي علينا ان احنا نبلور استراتيجيه سواء المجتمع المدني او الاحزاب السياسيه لمكافحه هذا الصمت المريب اللي بيدور حول اعمال الهيئه السياسيه في هذه المرحله.